منغولو جوستان شيكو فيس سيرجيو نفورمي بريانت وانجا موريس، معذرة عن النطق الاسماء صعبة جدا، بيرغا بايسي، هناك ايضا متيجي ويلي اود فرانسوا، وكذلك تونكوا باترن. مدرب الفريق نيك ديو دوني جون بمساعدة كل من بلينغا الكسندر، ومدرب حراس المرمى هو ليب دانييل. اما بالنسبة لمنتخب الجزائر الاولمبي كأس الأبطال الأفارقة، أيضا النادي الأفريقي التونسي نجم الساحل صفاقس ترجي، محاولة من جديد فادت المنتخب الجزائري، تمرير داخل منطقة الجزاء، محاولة للتسديد وكادت تعطي الهدف، والحارس مرتين يترى إلى الخلف لبناء هجومي جديد، خروج من التسلل، تدخل عنيف مرة أخرى، محاولة هذه المرة ودائما تصل الطواهري أمين، محاولة لتجاوز كيحاول أنه يمر، وتدخل عنيف مرة أخرى، إنذار جديد هذه المرة للاعب رقم 8، بطاقة صفراء من بعد وانجا موريس لاعب بيساي بيرغا، ويحصل على بطاقة صفراء في الوقت اللي كان غيدخل داخل منطقة الجزاء. يعني لو كان دخل الجزائري لعلها تفتتح حصة التسجيل. فعلا قائد الفريق رقم 13 يتمكن من إحراز الهدف الأول، أول أهداف هذه الدورة سيداتي وسادتي. بالكلم السيد لاعب شبيبة القبائل، والحكم يأمر بإعادة تنفيذ هذه الضربة. بالكلم وجزاء، بالكلم سعيد، هل سينفذ في نفس الاتجاه؟ على أي خد الفكرة الحارس، إذا تنفذ العملية ويتمكن من التسجيل مرة أخرى. اللاعب بالكلم في مناسبتين يتمكن من إحراز الهدف الأول، 1-0 دقة 38 لفائدة المنتخب الجزائري، دقة 38 و1-0، والجمهور يتفاعل مع اللاعبين ديال المنتخب الجزائري. أول أهداف هذه المباراة إذن لفائدة المنتخب الجزائري، كيتمكن من إحراز اللاعب بالكلم. وهنا ربما نشوفوا مباراة أخرى، يعني لو كان بالإمكان نشوفها مرة أخرى، وشفت مثل هذه ضربة الجزاء في إحدى المباريات ديال الدوري المغربي بمدينة خريب بابا بين قصبة التادلة والدفاع الجديدي، يعني يستحق الإنذار لأنه لاعب لم يدخل إلى منطقة الجزاء لإحراز ضربة الجزاء الأولى. محاولة في بداية هذه الجولتين في المنتخب الجزائري، الهدف الثاني، ويؤكد التفوق المنتخب الجزائري في الثواني الأولى قبل 30 ثانية من إعلان يعني من الشوط الأول من الثاني من هذه المباراة. اللاعب مصفر أسامة يتمكن من إحراز الهدف الثاني لفائدة المنتخب الجزائري. إذن 2 الأهداف مقابل 0 من بعد توغل اللاعب طواهري أمين اللي كان نشيط خلال الجولة الأولى. يتمكن إذن اللاعب رقم 14 من إحراز الهدف الثاني لفائدة المنتخب الجزائري، اللاعب مصفر أسامة لاعب اتحاد الخروب. لاحظوا التمرير الذكي، وكان في المكان المناسب، وتمكن أنه يوضع الكرة داخل المرمى. 2 الأهداف مقابل 0 من بعد الاحتجاج. لا داعي للاحتجاج الآن، المنتخب الجزائري يؤكد التفوق، يعني الفريق على الأعصاب ديالو ويبحث بأي طريقة عن إحراز الهدف، وكاد اللاعب يضع الكرة فعلا في مرمى لاعب المنتخب الجزائري، يرتبك ويضع الكرة في مرمى. إذن سيسترسل اللقاء من جديد. 2 الأهداف مقابل هدف واحد، أول من أحد المباريات، هدف لفائدة المنتخب الكاميروني. يعني من بعد هذا التنفيذة اللاعب الجزائري يضع الكرة في مرمى. تعرف على اللاعب، من بعد نشوف الرقم ديال اللاعب اللي كان وراء هذه العملية، رقم 8 فعلا، يضع الكرة في المرمى ديالو. بالليلي محمد يوسف من بعد عنيفة من الجانبين، محاولة من جديد لفائدة المنتخب الجزائري، هذه المرة تجاوز مرة أخرى دائما لفائدة المنتخب الجزائري، محاولة إحراز هدف، تمريرة والحارس والكرة داخل المرمى. الهدف الثالث سيداتي وسادتي تشتعل المباراة، الهدف الثالث لفائدة المنتخب الجزائري،
ويحرز من طرف اللاعب مصفر أسامة، يضع الكرة داخل المرمى بعد دقيقة واحدة فقط من إحراز الهدف لفائدة المنتخب الكاميروني. اللاعب مصفر يرفع الكرة بذكاء ويضع الكرة داخل المرمى. الحارس تمكن من لمس الكرة، ولكن يعني اللي كان قد حصل كانت الكرة في المرمى. مصفر يتمكن من إحراز الهدف الثالث لفائدة المنتخب الجزائري. 3-1. مباراة متحركة، مباراة بأهداف من بعد ما كانت متوسطة خلال الشوط الأول. الجزائريون من جديد تعاد الكرة مرة أخرى دائما في وسط الميدان لفائدة المنتخب الجزائري. محاولة إبعاد الكرة، يتجاوز بطريقة رائعة، تمرير الكرة إلى الأمام لفائدة المنتخب الجزائري. هناك 3 اللاعبين، لكن لسوء الحظ الكرة تصطدم برجل أحد توغل داخل منطقة الجزاء. يتمكن من توغل، محاولة لإحراز الهدف، ولكن الحارس يتألق ويبعد الخطر. نفس اللاعب يتمكن من التجاوز من جديد، لكن عوض التمرير يبحث عن المساندة الأقرب في على مشارف منطقة الجزاء. محاولة توغل مرة أخرى، ولكن هناك الدفاع وفرصة من جديد لفائدة المنتخب الجزائري. الهدف الرابع. يعني كان يبدو بأن المنتخب الجزائري قريب من إحراز الهدف، وخاصة من بعد الأخطاء الفادحة والمتكررة في دفاع المنتخب الكاميروني. لاعب اتحاد العاصمة بن الجيا المهدي ينوب عن زميله الذي ضيع قبل قليل من بعد ما كان انفرد بالحارس اللي هو أمر محمد. والمنتخب الجزائري يعبر عن أنه الأقوى والأفضل في هذه المباراة، ويحرز الهدف الرابع في الدقيقة 80، أي 10 دقائق من بعد ما اصطدمات. يعني التدخل ديال المدافع ما كانش في المستوى، ضرب الكرة في الاتجاه اللي فيه المدافع الجزائري. لاحظوا معايا، حاول انه يصد الكرة، لكن كان هناك 3 اللاعبين، تغطية سيئة في الجهة اليسرى، ويعني ضرب الكرة بالقدم ديالو. حاول من جديد، لكن المدافع كان يعني بسنتيمترات قليلة. مرة أخرى اللاعب اللي تمكن انه يحرز هدف وراء الكرة من الجيا، كيحاول الدخول والتمرير. الهدف الخامس، 5-1. مهرجان من الأهداف سيداتي وسادتي. رقم 19 طوهري أمين يتمكن من إحراز الهدف الخامس لفائدة المنتخب الجزائري. 5-1، وهيمنة مطلقة للمنتخب الجزائري على أطوار هذا المباراة، في الوقت اللي عجز المنتخب الكاميروني أنه يوصل إلى يعني شيء غريب بالنسبة للمنتخب الكاميروني. كنعرفوا بأن ما كاينش المحترفين، يعتمدون كثيرا على المحترفين بأوروبا، وضعف كبير وشتات في دفاع المنتخب الكاميروني، الشيء الذي فسح المجال وشوارع كبيرة في دفاع المنتخب الكاميروني أمام المنتخب الجزائري، اللي تمكن أنه يعني كان ممكن تسجل الكرة في المحاولة المباريات الودية. على أي 5 أهداف مقابل هدف واحد. محاولة من جديد لفائدة المنتخب الجزائري، فرصة لإحراز الهدف، فرصة من جديد، والهدف السادس. 6-1، والحصة مرشحة لارتفاع. اللاعب رقم 12 يتمكن من إحراز الهدف، وكأن اللاعبين الكاميرونيين يعني وضعوا أيديهم، يعني نزلوا الايدي ديالهم. 6-1 لفائده المنتخب الجزائري امام المنتخب الكاميروني. غادي يكون عندنا فريق اللي كيحتل المركز الاول قبل بدايه المباراه الثانيه. يعني كان اللاعبين يعني لاحظوا حتى طريقه الجري ديال اللاعب رقم 11، وكانه يستعصي عليه الجري وغير مستعد ل يعني رقم 12 من طرف اللاعب الفريق الكاميروني. يعني حتى الطريقه ديال الجري ديالو او رقم 11 تبين بانه غير مستعد تماما لخوض هذه المباراه. 6-1 في انتظار المزيد. 6-1 شفنا